سيلعب نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي الموسم المقبل في السعودية بموجب صفقة استثنائية وضخمة، على ما أفاد مصدر مطلع على المفاوضات وكالة فرانس بيرس اليوم الثلاثاء. وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخول الحديث للإعلام: صفقة ميسي تمت. سيلعب في السعودية الموسم المقبل دون الإشارة للنادي الذي سيلعب له. تابع: العقد استثنائي، أنه ضخم، نحن بصدد إنهاء بعض التفاصيل الصغيرة. من جهته، أفاد ناديه الفرنسي باريس سان جيرمان الفرنسي وكالة فرانس بريس بشكل منفصل أن عقد بطل العالم البالغ 35 عاما لا يزال ساريا حتى 30 من يونيو المقبل. وقال مصدر ثان في النادي الفرنسي: لو كان النادي يريد تجديد عقده لفعل ذلك في وقت مبكر. وكان نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أوقف أخيرا نجمه المتوج بكأس العالم في كانون دجنبر الماضي بسبب سفره دون موافقة النادي إلى السعودية، حيث ينشط كسفير للسياحة في المملكة الخليجية. ويأتي وصول ميسي للسعودية بعد أشهر من وصول منافسه وغريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم لنادي النصر السعودي في صفقة مدوية في يناير الماضي. يعتقد أن عقد البرتغالي الممتد حتى يونيو 2025 يقدر بأكثر من 440 مليون يورو، ما يجعله الرياضي الأعلى أجرا حسب فوربس.